السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الصف الثاني الإعدادي، إزيكم عاملين إيه؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. النهاردة معانا درس سلس وبسيط في مادة العلوم، هو الدرس الأول حالات المادة. هو الدرس كويس، كل اللي عايزه منكم إن أنتوا تركزوا معايا وتسجلوا الملحوظات اللي أنا هقولها، وأنا هشرح خطوة بخطوة وأمثلة سهلة عشان توصل معلومة بسرعة. جاهزين؟ يلا بينا على بركة الله. يقول لك يحاول العلماء يا مستر ملاحظة الأنماط والخصائص المشتركة بين المواد الموجودة حولنا. لا مش فاهم. بص، هو يجي عالم كده مثلا قاعد، هو ايه علاقة المية بالثلج وبخار المية بالإنسان بالحيوان بالكوكب؟ هو قاعد بيلاحظ ويشوف الخصائص المشتركة. تمام؟ ليه؟ تعالى معانا. يقول لك يسهل تصنيفها ودراستها كتصنيف العناصر الكيميائية والكائنات الحية. ليه؟ لتصنيفها عشان يسهل دراستها يبقى يصنفها ليه؟ عشان يسهل دراستها لحاجتين: لا مواد كيميائية، لا إما كائنات حية، كعناصر كيميائية أو كائنات حية. حلو الكلام؟ حلو. نخش بقى على المادة ليها 3 حاجات، نخش على تعريفها، تصنيفها، ونخش بقى على كتلتها. ايه المادة دي؟ المادة كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. يعني بص، القلم اللي ماسكه ده يعتبر مادة. ليه القلم ده مثل مادة وليه قلنا عليه مادة؟ بص، ليه كتلة، شايف؟ ليه كتلة يشغل حيز من الفراغ. يعني ادي ايدي فاضي، حطيت القلم على ايدي، خد ايه؟ ايوه، خد حيز من ايده، يعني خد حيز فراغ من ايده وباقي الايد فارغة عادي. لو جبنا مجموعة قلم كده خدوا الحيز الفارغ. حلو. احنا واخدين المادة ليها 3 حالات، خدناهم في الصف الاول اعدادي. مين يفتكر؟ تمام، الصلبة، وكمان السائلة، برافو، والغازية، شاطرين. يقول لك تصنف حالاتها الفيزيائية، خلي بالك من حالاتها الفيزيائية الكلمة دي، إلى مواد صلبة زي التلج، برافو، مواد سائلة زي مين؟ المية، برافو عليكم، ومواد غازية زي مين؟ زي بخار المية، برافو عليكم. بيقول لك كتلتها مقدار ثابت لا يتغير من مكان لآخر. يعني ايه يا مستر؟ يعني نفترض ان القلم ده كتلته 1 جرام، لو على ايدي برضه 1 جرام، فوق سطح البيت 1 جرام، هنطلع القمر فوق مفيش جاذبية برضه 1 جرام. حلو الكلام؟ حلو. خش على اللي بعده. سؤال وجواب. س، كل مما يلي أشياء لها خصائص المادة عدا. أول اختيار بيقول لك النحاس. المادة هي، أيوه نقول تعريفها، أيوه لها كتلة ثابتة، تمام، ويجري حجم الفراغ. النحاس ليه كتلة، ينفع. الموسيقى، صح، ملهاش كتلة. ازاي الموسيقى لها كتلة؟ ملهاش، يبقى متنفعش، يبقى ده الاختيار اللي نختاره، ما بيقول لك عادي. نكمل. مسطرة ليها كتلة، ينفع. الكمبيوتر له كتلة، ينفع. حلو الكلام؟ حلو الكلام. خلي بالك في حاجتين عايزك تبقى خلي بالك منهم: الصوت والضوء. الصوت والضوء، احنا عارفين ان الصوت والضوء تبع الطاقة، يبقى دي لك تبع الطاقة مش تبع المادة. عشان يجي هيديك سؤال يقول لك زي اللي عطولك دواتي كل مما يلي من خصائص المادة عدا، ويديك 4 اختيارات، وليكن يقول لك سيارة، يقول لك شجرة، يقول لك ضوء أزرق، يقول لك قلم. يبقى الضوء الازرق، لان ده ضوء، والضوء تبع الطاقه، ما ينفعش تبع خصائص الماده. اول حاجه بيقول لك اختلاف خصائص المواد حسب حالتها الفيزيائيه. اول خاصيه الشكل وقابليته، او القابليه للانسياب، يبقى الشكل وقابليه الانسياب. تاني حاجه الحجم
وقابلية الانضغاط، الحجم قابلية الانضغاط. تالت حاجة ودي الأخيرة قابلية الانتشار، ودي محاش حد دي لوحديها، محاش حد دي لوحديها. يبقى الانسياب تبع الشكل، الانسياب تبع الشكل. خلي بالك في سين والشكل في شين، يبقى اربط الانسياب بالشكل، انسياب الشكل. الانضغاط، الانضغاط والحجم، الانضغاط والحجم. الحجم مثلا واحد تخين نعمله انضغاط، هنقلل منه من حجم. والانتشار دي ده لوحده. حلو الكلام. خش على بعض. اول خاصيه خاصيه الشكل وقابليه الانسياب. بص ثانيه، نعم يعني انسياب، صلى على النبي. قوم هات كوبايه ميه، تمام، وادلجها. ايوه هنكلمك باللغه العاميه، ادلجها، كبها. لما كبيتها ايه اللي بيحصل؟ لقيتها بتنزل كده مثلا زي الشلال، هو ده الانسياب. لما ينزل كده ده الانسياب. بس خلي بالك في حاجات بتنساب وحاجات مش بتنساب. ازاي؟ عشان نقول الحاجات دي حصل لها انسياب لازم تاخد شكل الاناء اللي حولها. لا يا مستر تاني بالراحه. بص يا حبيبي، دلوقتي احنا لو جبنا كوبايه وجبنا طبق، كوبايه وطبق، هنا ميه، هنا كبينا الميه اللي في الكوبايه كبيناها فين؟ في الطبق. هل الميه هتاخد شكل الطبق، شكل الكوبايه وهي في الطبق؟ ايوه، لا، صح كده. هتاخد شكل مين؟ تاخد شكل الطبق. برافو عليك. ده نقول عليه انسياب. زي الهواء اللي هو الغازيه، لما يجي ننفخ بالونه، مش الغاز خد شكل البالونه؟ ايوه. لو هنيجي ناخد مثلا الهواء اللي جوه البالونه نضيف بالونه الثانيه، كده خد شكل مين؟ شكل البالونه الاخرى. بس انا عايز اقول لك حاجه، احنا لو هنيجي نساب بطريقه ما الغاز من بالونه لبالونه اخرى، لو البالونه دي وليكن 10 سنتيمتر وبالونه اكبر منها 20 سنتيمتر، الهواء اللي هنا لو دخل هنا بطريقه ما هيبقى كله حجمه ايه؟ 20 سنتيمتر. اوعى، لا، بالراحه. لو هنا شكل البالونه احنا قلنا بياخد شكل النار حولها، هنا بالونه 10 سم وهنا بالونه 20 سم، كميه الهواء هنا لما تخش هنا تحاول تطلع ايه؟ وهتاخد شكل الاناء الحاوله اللي هو شكل مين؟ البالونه الكبيره. بيقول لك المواد الصلبه هتمسك هات شويه، هات لك مثلا ايه؟ طبق، مثلا طبق، وحط فيه مكعبات، وكب المكعبات في طبق اكبر. هل المكعبات هتاخد شكل الطبق الاكبر؟ لا. يبقى المواد الصلبه لا تنساب. يبقى المواد الصلبه لا تنساب ولا يتغير شكلها، يظل شكلها ثابت محدد، ثابت محدد. السائله زي الماء والزيت. زي مين؟ الماء والزيت. قلنا المية تنساب ويتغير شكلها، تاخد شكل الإناء الحاوي لها. المواد الغازية زي مين؟ زي الهواء والأكسجين. تنساب وتغير حجمها، يتغير شكلها، تاخد شكل الإناء الحاوي لها. تمام كده؟ خش على اللي بعده. بيقول لك نستنتج مما سبق أن المواد الصلبة لا يتغير شكلها عند انتقالها من مكان لآخر. أيوة، احنا قلنا ما بتنسبش يبقى لا يتغير شكلها. حلو الكلام. المواد السائلة والغازية طالما ليهم القدرة على الانسياب، يبقى المواد السائلة والمواد الغازية، المواد السائلة والغازية لهم القدرة على الانسياب وتغير شكلها حسب الإناء الحاوي لها. لذا توصف السوائل والغازات في مجموعة واحدة تسمى المواد. تسمى المواد. المواد يا مستر هي المواد التي لها القدرة على الانسياب. واحنا فهمنا الانسياب. طب تاني تاخد شكل الإناء الحاوي لها. تمام. يبقى المواد التي لها القدرة على الانسياب وتأخذ شكل الإناء الحاوي لها. الانسياب قابلية الموائع للتدفق بسهولة. هو بيقول لك خد بالك وخلي بالك بالملحوظة دي، مهمة جدا، مهمة جدا. تختلف السوائل في قدرتها على الانسياب حسب لزوجتها. لا بالراحة يا مستر، مش فاهم. بص، معانا عسل زي كده يا عسل، ومعانا مية، هنيجي الاتنين نكبهم مرة واحدة في وقت واحد، هنلاقي مين نزل أسرع؟ برافو، المية، عشان المية دي سايلة أسرع. أما العسل بينزل بالراحة. لو جيت مسكت العسل كده وحطيته بين صوابعك تلاقيه لزج، تلاقيه
في الزوجة، فده هينزل ببطء، هينزل ببطء. نستنتج كده حاجة، إن كلما علت اللزوجة كلما قل قدرة الانسياب، وزمن الانسياب يقل. حلو الكلام؟ حلو. عند حدوث الانسياب لا يتغير حجم السائل بينما يتغير حجم الغاز. وخلي بالك، خلي بالك، بينما يتغير حجم الغاز. انا قلت لك لو جبنا كوبايه وحطيناها في كوبايه تاني هو نفس المقدار. اما الغاز، غازات دي المسافات البينيه قوه تجاذب ضعيفه، واحنا خدنا سنه اولى اعداد لما قوه تجاذبها ضعيفه ومسافات بينيه كبيره فعايز تنتشر. فانت لو معاك بالونه صغير ودخلت الهواء فيها في البالونه الكبيره فهتنتشر. طب احنا لو معانا بالونه كبيره وخدنا منها 50 سم او 10 سم من الهواء اللي جوه، ايه اللي هيحصل؟ لا، مش هيقل الحجم. البالونه هتحاول تنتشر، هتحاول تنتشر، والهواء اللي سحبناه الهواء اللي جوه هيعوضه. لان احنا قلنا هنا يحدث انسياب لا يتغير حجم السائل ويتغير حجم الغاز. فهمتوا؟ خش على اللي بعده. لماذا لا تعتبر حركة الرمل انسيابية؟ ما هو الرمل ده ايه؟ مادة صلبة، مادة صلبة. ما احنا قلنا المادة الصلبة غير قابلة للانسياب لأنها لا تاخذ شكل إناء حولها. لأن الرمل ليس من المواقع، ليس من المواقع، وانتقال الدقائق المكونة له من مكان لآخر لا يتغير من شكل الحبيبات، عشان الرملة ليست من المواقع. حلو؟ وإن هي لو وديناها من مكان لمكان آخر مش هيغير في شكل الحبيبات، هيفضل زي ما هو رمل. حلو الكلام؟ حلو. بيقول لك علل اختلاف معدل انسياب العسل عن معدل انسياب الماء. فاكرين قلت ليه؟ برافو عليكم، عشان معامل اللزوجة. يقول لك لأن لزوجة العسل أكبر من لزوجة الماء، وقابلية الانسياب تقل بزيادة اللزوجة. خلي بالكم، قابلية الانسياب تقل باللزوجة بزيادة اللزوجة. اللي بعده بيقول لك خاصية الحجم قابلية الانضغاط. هو جاب لك سرنجة أو حقنة زي ما بيسموها، بس سدها من تحت، لو تيجي تحط سرنجة هتحط في أول حاجة ناخد المواد الصلبة. المواد الصلبة حاطينها مثلا الرمل زي ما هو حاطط، دي تدوس مش هتداس، خلاص ما هم صلب. مثلا على ايدك اهو، تدوس على ايدك هتتعصر؟ لا، مش هيحصل لها حاجة. المية نفس الكلام. لو جبت ازازة مية مليانة على الآخر وقفلتها، تجيش تدوس، هل أنت بتداس معاك؟ ما بتداس. أما الهواء لو جدوده فاضية هيحصل لها انضغاط. يبقى ركز معايا، المواد الصلبة زي الرمل، زي مين؟ زي الرمل الناعم، لا تنضغط ولا يتغير حجمها ويظل الحجم ثابت. حلو الكلام؟ اللي بعده المادة السائلة زي مين؟ زي المية أو الماء، لا ينضغط ولا يتغير حجمها، فبالتالي يظل الحجم ثابت. الغاز لو دوست عليه أو جزازة مقفولة دوس عليها أكيد هتدوس معاك عادي، سهلة يعني. حلو الكلام؟ حلو. يبقى تنضغط ويقل حجمها لتاخذ شكل الإناء الحاوي لها. خش على اللي بعده. نستنتج إيه من اللي سبق ده؟ أول حاجة المواد الصلبة والسائلة ليس لهم قدرة على الانضغاط ويظل حجمهم ثابت. المواد الصلبة والسائلة لهما حجم ثابت محدد وكل منهما غير قابل للانضغاط. المواد الغازية ليس لها حجم ثابت وقابلة للانضغاط. ايه قابلية الانضغاط؟ دي إمكانية تقليل الحجم. احنا لما جينا انضغطنا على الهواء قللنا حجمه، بدل ما كان كده قللناه لكده. حلو؟ يبقى قابلية الانضغاط إمكانية تقليل حجم الغازات عند زيادة الضغط عليها. نخش على آخر خاصية وهي خاصية الانتشار. احنا دلوقتي لو جينا كوباية مية وحطينا نزلنا فيها بقعة، عارفين لما كنا بنجيب القلم وناخد الأنبوبة اللي جوه دواتي ونحش السن وننفخ في المية؟ أيوه فاكرين؟ كان ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي أول ما بينزل نقطة تنتشر. طب ما سألت نفسك ليه بتنتشر؟ أقول لك يعني، لأن النقطة اللي بتنزل دي عالية التركيز من اللون ده
اما ما فيهاش اللون دي يبقى منخفض التركيز، يبقى هتروح من اعلى تركيز للمنخفض التركيز. مش فاهم، اقول لك فكره حلوه، سيبك من بتاعه الامبول. العطر، عارف انت لما تبقى لما يبقى اخوك ياخد العطر من وراه ويرش عليه وانت تشمه، طب انت ازاي شميته وهو اخوك بره؟ العطر انتشر، شالك من اعلى تركيز اللي رش فيها لحد مين؟ المنخفض التركيز، الحته اللي انت واقف فيها. نخش على تالت حاجه، خاصيه قابليه الانتشار. يعني انتشار دي حركه دقائق المادة من المنطقة التي يكون تركيزها فيها مرتفع إلى المنطقة التي يكون فيها تركيز منخفض، والكلام ده قلناه. حلو؟ جاب لك هنا بلورة مية، حط فيها يعني نقطة الحبر اللي احنا قلنا عليها، ادي نقطة الحبر هنا عليها، يبقى التركيز هنا ايه؟ منخفض. هيبدأ بقى يروح من هنا لهنا، نفس الكلام اهو، كله بيروح كله بيروح. طب لما دول بيروح المية برضو هتروح له لغاية ما كلهم في الآخر يكملوا. تمام؟ تمام. المواد الصلبة بطيئة جدا، بطيئة جدا. ازاي؟ احنا كنا بنلون بسفنج، امسك السفنجاية كده وروح مثلا حتة حبر فيها. حلو، حتة الحبر دي هتنتشر بس بطيئة جدا قبل ما توصل للسفنجة كلها، أو هتكون في حتة ديات معينة وتحط اللي حواليها بس. أما المية دي هتكون سريعة متوسطة، بسرعة متوسطة يعني. أما الغازية لا، لما احنا هنا شمينا ريحة العطر اهو رشه بره وأنت رحت ضربته، يبقى ايه؟ سريعة جدا. برافو عليكم. يبقى السرعة أو إمكانية الانتشار في المواد الصلبة بطيئة جدا، بطيئة جدا. أما المواد السائلة متوسطة السرعة، أما الغازية سريعة جدا. هنا انتشار صبغة في الإسفنج، شايفين هذه النقطة الأعلى تركيزا زي ما هو موضح قدامك. دي الصبغة المطروح لأن معاها ربنا. خش على بعض. بيقول لك انتشار بنجمنات البوتاسيوم في المية، هو حط نقطة صغيرة، هتبدأ بقى دي تنتشر والمية تنزل وده يطلع وده ينزل لغاية ما كلها تتلون. ده بعد ساعة. انتشار أبخرة البروم في الهواء، شوف ادي البروم ها هينتشر بسرعة عشان ده غازات يا باشا. حلو، خش على بعض. استنتج من ده ان السرعة في المادة الصلبة بطيئة، الأسرع منها السائلة، الأسرع منهم هما الاتنين الغازية. برافو عليك. يبقى سرعة الانتشار في المواد الصلبة أقل من سرعة الانتشار في المواد السائلة، أقل من سرعة الانتشار في المواد الغازية. تمام. بيقول لك خد بالك وركز جدا في الحته دي كويس ومهمه جدا. خد بالك، توقف سرعه الانتشار على درجه الحراره. انا هشرحهم لك. حيث تزداد سرعه الانتشار بزياده درجه الحراره. كلنا بحمد الله بنفطر بكوبايه الشاي اللذيذه، اول ما بتغلي الميه واول ما تصبها الشاي يتلون. روح كده جرب شيل دي وحط ميه بارده، هتلاقي تلون بس ابطا من الميه السخنه. اول ما تدلق الميه السخنه الشاي يتلون على طول، الميه تتلون كلها بلون الشاي. اما لو جيت تحط كبيت ميه بارده هتلاقيها لسه معاها ربع عقبال ما تتلون. حلو كده. ليه؟ لان الميه دي سخنه، يعني درجه حرارتها اعلى لما ركن الميه دي بارده، عشان كده انتشرت الجزيئات بسرعه. حلو الكلام. حلو. يقول لك تزداد سرعة انتشار جزيئات الغاز بنقص كتلتها. يعني ايه؟ اقول لك انا يعني ايه. هنعمل سباق. انت حلو عيل صغنطوط رفيوع كده مش رفيع قوي يعني وحلو، هنعمل سباق وهنجيب لك واحد تخين. مين اللي هيسبق؟ برافو عليه، اللي هي كتلته صغير. اما الراجل التخين ده مش عارف يجري، مش عارف يجري. يبقى تزداد الانتشار او سرعة الانتشار بحاجتين. يبقى سرعة الانتشار بحاجتين، تزداد بحاجتين، درجة الحرارة والكتلة. درجة الحرارة والكتلة. قلنا درجة الحرارة افتكرها بكوباية الشاي، والكتلة افتكرها بالسباق انت مع واحد تخين. مين اللي هيسبق؟ اللي كتلته رفيع. نخش بقى ناخد الملخص للدنيا دي كلها اللي احنا شرحناها في جدول بسيط جدا. نبدأ أول صف المواد الصلبة، تاني صف المواد السائلة، تالت صف المواد الغازية. كلنا في البيت عندنا الأخ الكبير عندي ما بيسمعش كلام حد. أما الأخ في النص شوية معاك وشوية عليك.
اما الصغير ده دلوع الباقي، ده جاي مع اي حاجه. تمام. يبقى المواد الصلبه تكررها بالاخ الكبير، السائل الاخ الوسطاني، شويه معاك وشويه عليك. اما الصغير ده دلوع، ده من حبيب الكل، مفيش حد ما بيحبوش. نخش مواد خصائص تغيير الشكل بتغيير الاناء حولها. المواد الصلبه ما بتتغيرش، عناديه، قابليه انسياب غير قابليه انسياب، ما انا قلت لك عناديه. قابليه انضغاط غير قابليه الانضغاط. تغيير الحجم لا يتغير حجمها. سرعه انتشار بطيئه جدا. نخش بقى على الاخ المتوسط. الاخ المتوسط اللي هي المواد السائله دي تغير شكلها ماشي معاك. نخش قابليه انسياب معاك، قابليه انسياب وتوقف على لزوجتها، برافو. قابليه الانضغاط غير قابليه للانضغاط. تمام. تغيير الحجم دي لا يتغير حجمها ولا غير قابله للانضغاط. يبقى قابليه انضغاط غير قابله للانضغاط. تغيير الحجم بالانضغاط لا يتغير حجمها، يظل حجمها ثابت. اما سرعه انتشارها دي معاك يعني متوسطه. الاخ الدلوع حبيب الكل، دي مع اي حاجه يقول لك انا جاي معاك يا باشا. تغيير الشكل تغيير الاناء حولها، ايوه معاك تغير شكلها. شكل الانسياب قابليه الانسياب قابليه للانسياب برضه. قابليه الانضغاط معاك قابليه للانضغاط. تغيير الحجم بالانضغاط، نعم يتم تغيير حجم الانضغاط اللي هو يقل. سرعه انتشار خلالها سريعه جدا. تمام. اللي بعده خش سؤال وجواب. الشكل اللي قدامك ده عباره عن ايه؟ انت عايز تفش غله في شوط ازازه، دوست عليها. كلمه تدوس يعني ايه؟ انضغاط، برافو عليك. نختار مين؟ انضغاط الهواء، برافو جدا عليك. طب ليه مثلا ما اختارش انسياب؟ عشان الجزء مقفوله، ما الجزء قدامك مقفوله اهي. عارف انت تكون انسياب او انتشار لما الجزء تكون ايه؟ مفتوحه، برافو عليك. خش بقى على الشكل الثاني. بيقول لك هنا قطنه بمحلول HCl، وهنا بغاز او محلول غاز النشادر. حلو. اتقابلوا هنا عملوا سباق. مثلا انا وانت شفنا بعضينا، فانت اكيد جاي تسلم على المصدر بتاعك. حلو. انت جريت وانا هجيلك، بس انت اسرع مني. بص ركز هنا اشرحها لك. احنا دينا، انت اهو مثلا شفتني انا او شفت صاحبك، صاحب عمرك بس تخين شويه الراجل. تمام. لسه عقبال ما يجيلك معاه سنه، هتجروا لبعضيكم. هتتوقع ده مثلا نقطة الالتقاء. لو انت جسمكم ايه؟ لو انت جسمكم قد بعض، انت هتجري له. تمام. هتوصل عنده. عقبال ما توصل انت هتجري له وهو هيجري. عقبال ما هو يجري تكون انت وصلت له. يبقى مين اللي انتشر اسرع او مين اللي سرعته عاليه؟ انت، عشان انت كتلتك ايه؟ صغيره، اما هو كتلته كبيره. بنفس المنوال هو نفس السؤال ده. بيقول لك اي غازين ينتشر بسرعه اكبر مع التفسير. مين فيهم؟ غاز النشادر، برافو. غاز النشادر ليه؟ لان موضع التقاء عند مين؟ عند التاني، مش عندك انت. ما لو عندك انت تبقى انت اللي بطيء. اما عن نقطه التقاء عند مين؟ عنده هو. لان غاز النشادر اسرع انتشار غاز كلوريد هيدروجين، لان موضع تقاهما يكون بالقرب من القطنه اللي هو HCl. السؤال الثاني بيقول لك اي الغازين تكون كتلته جزيئيه منه هي الاكبر؟ مين بقى؟ صح، برافو عليك، HCl. لان هو ايه؟ اكتر. كتلة جزيء الهيدروجين هي الاكبر لان سرعه انتشاره اقل. نبدا بقى نحل ونركز بهدوء. تتشابه المواد الصلبة مع السائلة في شكل الثابت. لا يا مستر، المواد الصلبة ليها شكل ثابت بس المية بتاخد شكل النهر حولها، برافو عليك يابا. يبقى ده ما ينفعش. الحجم الثابت، ايوه يا مستر صح، برافو عليك. الشكل ثابت ازاي يا مستر؟ طب ما احنا ليه ما قلناش الشكل؟ ان الشكل حاجة والحجم حاجة تاني خالص. الشكل قلنا المية بتاخد شكل الإناء حولها، أما الحجم أنت ما هتاخدش حجم الكوباية أكيد. يعني تملى الكوباية تاخد شكل الكوباية، لكن الحجم المية ليها حجم خاص بيها زي المواد مين؟ الصلبة. اللي بعده
زيادة حجم الكرة عند النفخ، يعني أن الهواء له كتلة لا يمكن رؤيته. سيبك من لا يمكن رؤيته ده أصلا. لا ينتشر، لا يبقى ينتشر طبعا. فاضل لك مين؟ فاضل لك يشغل حيز وله كتلة. لا طبعا يشغل حيز. ليه يا مستر ملوش كتلة؟ يا حبيبي بيقول لك الهواء، مش بيقول لك الكورة. لو قلنا الكورة ليها كتلة، أما لو قلنا الهواء يشغل الحيز الفراغ اللي هي مين؟ الكورة. الكورة فارغة من جوه، فدي الهواء خد ده حيز الفراغ، يبقى الهواء ياخد شكل الحيز الفراغ. حلو الكلام؟ حلو. وهو جدول المقابل يوضح تصنيف بعض المواد تبعا ليه. الحالات الفيزيائية، نوع المادة، قابلية الانضغاط، شكلها المحدد. طب واحدة واحدة نمسك مجموعة مجموعة، شوف دي تبع مين فيهم. بخار المية والهواء ده غازية. حلو الكلام. ندى قطرة ماء دي سائلة، برافو عليك. حديد وثلج صلب، برافو. يبقى تبعا ليه؟ برافو عليك، حالتها الفيزيائية. نوع مادتها يا حبيبي، حبيبي صلى على النبي، غازية، سائلة، صلبة، دي تبع الحالة الفيزيائية للمادة. يبقى نختار ليه نوع المادة. صباح الفل. خش بعد. السؤال ده مهم جدا، وانا اتوقع ان هو هيجي في امتحان الترم بتاع الترم الاول. حلو الكلام؟ حلو. ده مهم، ده مهم. بيقول لك حجم لا، بيقول لك انها فارغ مغلق، انها فارغ مغلق. حجمه، وركز، حجمه 52 سنتيمتر. هنسحب منه شوية هواء لزاز 40 سنتيمتر. هنختار ايه؟ فكر كده. اخترت ايه؟ ب؟ لا. برافو عليك، انت الزحلق جدع. ازاي؟ ليه يا مستر؟ يا حبيبي تبقى جيم. جيم يا مستر، سحبنا يا حبيبي تبقى جيم. احنا مش قلنا الهواء يتغير حجمه، وانه قابل للانسياب، وانه ينتشر بسرعه اكبر. كل الصفات دياتي. احنا دي معانا بالونه، حلو، خدنا منها شويه هواء، هل هتخس؟ ما هي البالونه حجمها 250، تمام. الهواء اللي جوه اللي خدناهم، الباقي بقى هيروح ينتشر، هيملاه، هيروح ينتشر، فيظل حجم البالونه ثابت. مش فاهم؟ اقول لك فاهم. احنا فاكر لما بيبقى عندنا عيد ميلاد وفي بالونه، تاني يوم مش بتلاقيها في بالونات اتفرجعت؟ ايوه. ازاي؟ لان البالونات بتنتشر وعايزه تكبر، فالبالونه اصلا حجمها هو 250 وليكن، فاهم؟ هو 250، وهي الغازات عايزه تنتشر، فبالتالي البالونه فرجعت. نفس الكلام، احنا خدنا منهم 20، ايه اللي هيحصل؟ هتفضل البالونه تملى في نفسها لحد ما تفرجع او لحد الحجم بتاعها. تمام. نخش على اللي بعده. بيقول لك توجد المادة في ثلاث حالات أساسية، اللي هو الصلب والسائلة والغازية. برافو عليك. اذكر خاصيتين تشترك فيها كل المواد. يلا كده، مين الشاطر أو الشطورة اللي هتقول الإجابة؟ مصر قابلية انسياب غلط. واحد نقول قابلية انضغاط، لا يا حبيبي، لا. لو جينا بصينا على قابلية الانسياب، هتلاقي المواد الصلبة غير قابلة للانسياب، اما السائله والغازيه قابله للانسياب. الانضغاط، الصلبه والسائله ما ينفعوش، الغازيه تنفع. الانتشار، كله منتشر بس ده بطيئه، ده متوسط، وده ايه؟ سريع. يبقى هو ينفع فيها. احنا قلنا كل المواد. تعرف الماده له كتله ويشغل حيز الفراغ، هو ده اول حاجه، انها كتله، تمام. تاني حاجه يشغل حيز من الفراغ. السؤال اللي بعده، اذكر خاصية تتفق فيها المواد السائلة مع الغازية، تختلف فيها عن المواد الصلبة. مين الشاطر يقول لي؟ الانسياب. برافو عليكم. قلنا السائلة والغازية بينسابوا، اما الصلبة مش بتنساب. برافو عليكم. يبقى الانسياب. يلا نخش على السؤال اللي بعده. كل ما له كتلة يشغل حيز من الفراغ أو يشغل حيز، برافو، المادة. اللي بعده،
المواد التي تأخذ شكل إناء حولها المواقع. المواقع قلنا ليها قدرة انسياب وتأخذ شكل إناء حولها. حركة الدقائق يكون منطقة الأعلى تركيزا والأقل تركيزا الانتشار. برافو. قابلية المواقع بسهولة الانسياب. علل شم عبير الزهور في النهار أكثر من الليل. يلا الشاطر يجاوب على ده، الشاطر أو الشطورة الدكتورة باشمهندسة يجاوب على السؤال ده. ليه في النهار نشم ريحة الورد عن بالليل؟ عارفين ليه؟ احنا مش قلنا سرعة انتشار الطاقة على حاجتين؟ أيوه برافو عليك، درجة الحرارة اللي في السخونية بتاعت الشاي وكتلة الجزاء. برافو، عايز منك هنا عايزين مين؟ الليل. اشتراك في القناة، عايزين مين؟ متنساش لو استفدت مين درجة الحرارة ابعت. برافو. انا عشان مشاركة لاصحابك عشان يستفادوا زيك. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم على درجة حرارة عالية. آخر سؤال ده هتحله وتبعتهولي تمام على الرقم بتاعي. تمام، وحل صح ليك جايزة.